بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد، الحلقة اللي أنا نفسي فيها، والله العظيم نفسي في الحلقة هذه من زمان، وهنوريكم اليوم فيديو خطير من ذمار. فيديو هيوريكم حجم ما يحدث لنا كشعب. بداية، شايفين هذه الصورة؟ هذه صورتي قبل العيد ب4 أيام في المستشفى الألماني. ليش؟ لأني سويت منظار معدة من كثر ما يئست. أنا على فكرة أنا ماشي بكيس علاج، ربي لك الحمد والفضل على الصحة، وإني لقيت حق العلاج. ماشي، أنا طبعا عندي مشاكل كثيرة في المعدة، من كثر ما تعبت على 10 سنوات سويت منظار، وطبعا عملية يعني عملية تخدير كاملة، بنج كامل، تنام ويدخل لك جهاز في بطنك يفحص يشوف ايش البلاوي اللي جوا. طلع ما عنديش حاجة الحمد لله. مرة ثانية يا ربي طلع لا عندي قرحة، لا عندي تجرحات، لا عندي خدوش في جدار المعدة، لا عندي التهابات، لا عندي ما عنديش حاجة. معدتي الحمد لله زي الفل. المشكلة ايش في النهاية؟ قالوا الأطباء علاجك الوحيد ابتعد عن أكل المطاعم. معدتي أنا حساسة فعليا، يعني تتحسس من أقل تلوث، ففي أي مطعم آكل أمرض في اليمن. فقالوا لي ابتعد عن المطاعم، كل بس في البيت، هذا هو علاجك. والحمد لله ماشيين في البرنامج هذا الآن، قد زريت على أم العيال، قد احنا ماشيين على هذا الحال في البيت، الأكل في البيت. تعال شوف هذا الفيديو من دمار، وشكرا للدولة وللرجال المعنيين، يعني المؤسسات اللي بتقوم طبعا في عمليات تفتيش كثيرة المخازن والتجار. تعال شوف الفيديو هذا وارجع لي. أنا قلت حاجة، الدولة فضحتهم. شفتوا إيش اللي بيتعمل فينا؟ طبعا هذه الدجاجة المعفنة لما تدخل مطعم هم يحطوها في ماء وملح أو ماء وخل لحد ما تروح العفانة، تروح الريحة بس والنكهة شوية، واعمل لها ليمون ومع البهارات والخلطة السرية والفحم أو الشواية، أنت ما تركز. ولكن لما توصل للعظم تلقاه أسود. يعني دجاج البيت الطازج لما تاكل الدجاجة تلقى العظم أبيض، في المطاعم جزء كبير منها تلقى العظمة سوداء. الدجاجة هذه خامجة ونايمة في الماء والملح. لما قالت بس مع العلم انه ليش الدجاج المثلج، الخضروات المثلجة كالبازلاء، انه لما تشتريها من السوبر ماركت المثلج تلقى على الكيس، او الفراولة المثلجة يقول لك لا تعد تجميدها بعد تذويبها. لما تذوبها لا ترجع تجمدها مرة ثانية. ليش؟ لأنه تتضاعف حجم البكتيريا اللي فيها. طب تخيل الدجاج هذا اللي يقعد في مخازن بعض التجار، بعض عشان لا أحد يزعلوا كلهم، في ناس احنا عارفين شغالين عدل وقانونيا، وفي ثلاجات كثير من المطاعم، والصباح مشغلين الثلاجات، الليل يطفوا الثلاجات، الصباح يشغلوا الثلاجات، الليل يطفوا الثلاجات، دخلة خرقة خرقة دخلة خرقة. على ذا الحال تيجي تفحصها تلاقي البكتيريا الواحدة قد بنت مستعمرة حواليها. تلقى الدجاجة وزنها كيلو 900 جرام هذا بكتيريا، و100 جرام هذا هو اللحم اللي فيها. هذا هو سر الأمراض اللي تحصل لنا بعد ما ناكل كثير في المطاعم. على فكرة ما فيش مواطن يمني مش ماشي بعلاج معدة، على الأقل 80% من الشعب، يا لامبرول يا لوماك يا نيكسيام يا فلازول. أما السيبازول والسينازول والفلاجيل هذه عادة يومية في اليمني. هذا اليمني يتولد يطلع له هذا السينازول زي الوحمة، يعيش هو وياها. يعني الواحد في اليمن، أنا كنت أشوف السيبازول هذا يعني أكثر مما بشوف أولادي. على فكرة أنا عايش معاه بعد كل وجبة. وعندك الديجستين وعندك الموتيليت والمهضمات، الشعب كله تعبان. أكيد جزء من القات لا نختلف، من الشمة من البلاوي الزرقاء هذه، وجزء آخر من أكل المطاعم. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله لو وزير الصحة ينزل كذا يوم فجأة حملة وطنية، سيارات الوزارة تخرج معها الخبراء ويطبوا على المطاعم بالأجهزة. طبعا في أجهزة أنتم عارفين كذا، جهاز بإبرة يغرزوا في الدجاجة يدخلوا فيها يعطيه حجم التلوث، وبعض الأجهزة الحديثة تعطيك أنواع البكتيريا اللي داخل الدجاجة، ويفحصوا الدجاج ويحطها في البروست ويحطها في الخضار وفي طبق السلطة. والله نص المطاعم تتقفل، نص مطاعم اليمن تتشمع بالشمع الأحمر. وأنا بقول نص، يعني 50% مجاملة. أنا وأنتم عارفين النسبة أكثر. يعني حتى لو كان المطعم نظيف والمطبخ مرتب والشيفات لابسين حق غطاء الراس والجلافزات والأمور طيبة، المنتجات المثلجة نفسها
تعبانه. كان في كم فتره يعني دخلت ثلاجات دجاج حوش الجمارك في صنعاء، تمشي في الحوش تشم العفن من اخر الحوش، ولما فتحوها الدم كده بينزل من الدجاج المثلج. الدجاج معفن، ولا عليه تاريخ، ولا عليه لائحة المواصفات، ولا شهادة منشأ الصنع، هذا الدجاج من فين جاي. في النهاية أتلفوه. على فكرة إدارات ضبط المواصفات في اليمن شغالة، أي شيء تالف أنابيب غاز غير مطابقة للمواصفات، تواير غير، يتلفوها على طول، ما بيمزحوش حقيقة، شغالين. ولكن المشكلة في التهريب. زي هذا الدجاج اللي لاقينه ما عليهوش تاريخ ولا منشأ، مش عارفين من فين التصنيع. هذا ينتهي في المطاعم، وبعض المطاعم عيال كلب، بعض المطاعم عيال كلب، ما عنده مشكلة. أهم شيء ما دام الدجاجة يعني من الوكالة ب 1800 هيبيعها للمستورد ب 1400 اشتريها. معفنة أبو كلب أنا اشتريها، أهم شيء أحقق ربحية. في ناس ما عندها ضمير. أنا قبل متى الجمعة اللي راحت، إحنا اليوم خميس، أنا بصور حلقة يوم الخميس، قد تعرض جمعة أو سبت أو الخميس. الخميس اللي راح كنت في واحد من أكبر المطاعم اللي في البلد، وما ودي أقول اسم لأنه الحلقة هذه ليست للضرب تحت الحزام، تمام؟ الحلقة هذه إحنا يعني عشان نوضح، لأنه المشكلة عند الكثير يعني، وأنا أصلا المستشار القانوني حقي نايم شكله أو مخزن اليوم خميس، مش عارف أوصل له، ولا كنت هسأله أقول أسماء في الحلقة هذه وفي سياقها ولا لا، عشان يقول لي ولا لا. المهم قاعدين نتغدى بروست وبرجر أنا وبناتي وزوجتي، فجأة ذباب حوش فوقنا حوالي 4 كلها نتضارب، لدرجة ان احنا كنا نغطي البروست بالفاين. واحد من اكبر المطاعم الراقية في البلد اللي تدخلها تلقى بس 4-5 اسر على الطاولات قاعدين. شوية والقى صرصور، اقسم بالله ما اكذب عليكم بحق هذا الصلاة، نقوم نستعجل عشان نصلي عشاء. الصرصور بيجي فوق الطاولة وكان هيطلع فوق الشنطة حق المرأة حق يدخلها، فشلنا وكلمت الإدارة قالوا ذباب كمان صرصور. متفاجئ هو، يعني هو لابس قلافزات وحاط غطاء الراس، لكن الصرصور هو مش واخذ باله منه، والذباب. هذه المنتجات خطيرة. شكرا لأجهزة الدولة اللي بتحرك وبتفتش، وشكرا شفنا كم مسكوا عصابات ومصانع تعيد تدوير المنتجات الغذائية التالفة ويزوروا تواريخ جعلات الأطفال يعني المنتهية ويسمموا الناس. شكرا للدولة أكيد، وإحنا نشجعكم إنكم تضغطوا أكثر ولا تبالوا، ولا تبالوا أيا كان رجل الأعمال اللي معاه أشياء تلفة هذه يتم إتلافها سريع. هذا هو أسرار وأسباب التسمم. جزء كبير من التسمم اللي يحدث في المطاعم بسبب التلوث اللي موجود في المطعم نفسه، عدم نظافة أيدي العمال، عدم غسل الصحون بشكل جيد. أنتم عارفين هنا يعبي لك سطل، بعضهم يحط لك الصحن في السطل وخلاص. وجزء كبير بسبب هذه المنتجات المجمدة الغير مطابقة للمواصفات. اتقوا الله، نقول للموردين والناس اللي تتعامل في هذه الاشياء، اتقوا الله وخافوا الله. طب انت اليوم دنيا، انت عايش دنيا ومعاك مليارات وما شبعت. طب وفي الاخره انت عارف انك ممكن تموت في ثانيه. اذا انتم ملحدين قولوا لنا نعذركم، يعني ملحد مش خايف من الاخره، اهم شيء يعيش الدنيا. لكن اذا انت مسلم يعني انت عارف انه في اخره. طيب وبعدين يعني وانت اصلا مرتاح ملياردير اصلا، يعني مش محتاج انك تسمم الناس عشان تحقق ربح اكثر واسرع. كم هتوقفوا انتم؟ يعني انا دائما ادعي الله ان يوم القيامه يا رب خلي حسابي قبل حساب بعض التجار. حسابه طويل، يعني اللي بيع منتجات تالفه واكلها مليون واحد، هيجي يوم القيامه المليون يوقفوا قدامه يحاسبوه على كل ما حصل فيهم. استنى انا مليون؟ ان شاء الله نكون من اهل الجنه، ندعو ذلك. يعني احنا الشعب اليمني ان شاء الله، ولا نزكي على الله احد، رايحين الجنه باذن الله من احسن عملا، والباقي رحمه. اعتقد الله يرحمنا، اما بعد كده كمان نار. ايش يعني؟ لا دنيا ولا اخره، يعني لا اقتصاد ولا دم. فاتقوا الله، بعدكم حساب وعقاب. الحياه مش دايمه، الموت يجيك في طرفه عين، ما تعرف من فين جاك. يوم القيامه هتضرب بالشبشب. اعقلوا وصلوا على النبي واطلبوا لقمه طيبه ورزق حلال. شكرا للدوله وشكرا للاجهزه الامنيه والمتخصصين في ضبط الجوده اللي ضبطوا هذه المخازن. ونشد عليكم ونشكركم، مش عشان تأنتخوا، لا، عشان يكون هذا طاقة لكم. الشعب كله يشكركم عشان تستمروا في ضبط هذه المخازن التي تعبث بأرواح المواطنين اليمنيين. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك يا شباب بيطلع الريت. اللايك ما عليهوش فلوس، لا تخافوش يعني، واللايكات الاعجابات بس بترفع الفيديو.
تتفاعلوا في التعليقات، قولوا لنا آراءكم، ما هي المواضيع الجديدة اللي حابين نتكلم فيها، وحتى آراءكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود، سالمين جميعا.